سلام سلام خياتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. انا الحمد لله في نعمه. كما راكم تشوفوا وصفتنا تاع نهار اليوم وصفه خفيفه ظريفه تحليه بمكونات اقتصاديه بسيطه متواجده في اي بيت. تحليه قمه في البنه. بالرغم من انه المكونات تاعها بسيطه الا انه البنه تاعها بزاف بنينه. رهيبه كما يقولوا البنات. ما عليكم غير تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم حبيباتي. القوام تاعها يجي قوام كريمي بزاف بنينه، روعه روعه. جربوها وعينكم مغمضين. اذا كنتم من محبي التحليات تاع الشوكولا خلوا لي في التعليقات، وانا راح نشارك معكم ان شاء الله المزيد والمزيد من الوصفات الناجحه من التحليات اللي تكون بذوق الشوكولاته. وهنا يا حبيباتي ما عليا غير نقول لكم ديروا لي هذيك الجام وديروا الاشتراك. وهيا كالعاده نروح نصلوا على حبيبنا عليه افضل الصلاه والسلام، ونبداو الوصفه تاعنا على بركه الله. هنا البنات كمقادير واش عندنا ملعقه كبيره تاع مايزينا، عفوا البنات عندنا ملعقه كبيره تاع فارينه ونص مغرفه تاع مايزينا، عندنا 3 مغارف كبار تاع كاكاو مر، عندنا 2 مغارف كبار تاع سكر حبيبات، عندنا حوالي نصف علبة 50 جرام هكاك ما يعادل 50 جرام ولا نصف علبة تاع الشوكولاتة بالحليب. من المستحسن ديروا الشوكولاتة الداكنة، انا درت شوكولاته بالحليب. عندنا ايضا البنات 2 علب ياغورت بيكون بذوق الشوكولاته، تقدروا ديروا اي نوع تحبوا ليسونسيال يكون بذوق الشوكولاته. نحط نصف لتر تاع الحليب ديالي، نزيد عليه 2 مغارف كبار تاع السكر، نزيد عليه 3 مغارف كبار تاع كاكاو، الكاكاو خير نوعيه جيده، نزيد عليه مغرفه كبيره تاع فارينه ونص مغرفه تاع مايزينا. نخلطوا هذوما المكونات هكذا بارد في بارد حتى يتجانسوا مع بعضهم، ونديهم نحطهم فوق النار هكذا. بتحليه بسيطه وسهله وثمثم توجد، ما تشد لكمش كامل الوقت. نحطهم فوق النار البنات هكا نخلط ونديهم كما قلت لكم حبيباتي نحطهم فوق النار. شوفوا هنا يتجانسوا لي كامل هذوك المكونات مع بعضها. هنا البنات كي تحطوهم فوق النار لازم تقعدوا تحركوا، ما مش حين ياخذ لكم بزاف الوقت، حوالي 5 دقائق هكذا ولا 4 دقائق البنات وراهي رايحه تعقد معاكم. بعد ما تعقد نحوها من فوق النار نحطوها هكذا البنات في سطح العمل، نزيدوا عليها مغرفه كبيره تاع زبده ولا مارغرين، نزيدوا عليها هذيك الشوكولاته والخليط تاعنا البنات يكون سخون. نخلطوا هكذا البنات هذوما المكونات تذوب معنا هذيك الشوكولا. هامليك بعد ما ذابت معايا هذيك الشوكولا مع هذيك الزبده، في هذه المرحله انا راح نجيب هذاك الياغورت اللي يكون بذوق الشوكولا، ندير 2 علب. انا استعملت هذا البنات واقيلا يدير 15 نميه لباطه، ماهوش كامل غالي. هكذا البنات ونقعدوا نحركوا حتى يتجانسوا كامل هذوك المكونات. وهذاك الياغورت البنات راهو رايح كما نقولوا ما يولي ما يبانش في هذا الخليط. في هذه المرحله نعرفوا باللي الخليط تاعنا راهو جاهز باش نديرو في الاكواب ديالنا. هنا الاكواب البنات كل وحده دير واش متوفر عندها واش تحب، وهذا هو القوام البنات تاع الخليط تاعنا ولا التحليه تاعنا. نبدا نعمر في ليفيغين ديالي. صدقوني البنات بالرغم من البساطه تاعها الا ان البنات تاعها بزاف بزاف بنينه، جربوها ما راكمش رايحين تندموا. هكذا حبيباتي نعمر كامل ليفيغين ديالي بنفس الطريقه. هكذا البنات بعد ما عمرت كامل الاكواب ديالي، هنا واش راني رايحه ندير البنات؟ راني رايحه نجيب الغلاف الشفاف ولا بابي فيلم، نقطع هكا على حساب الفيغين تاعي شحال تستحق، ونغطي لي فيغين تاعي. لازم هذاك البابي فيلم يكون يلامس السطح تاع هذا الخليط تاعي. دوك تشوفوا معايا البنات لازم يكون يلامس السطح باش ما تشكليش واحد الطبقه
هكذا البنات شوفوا كيفاش لازم يكون هذاك البابي يلامس السطح تاع الخليطه ديالي. من بعد ندخلو في الثلاجه حوالي 6 سوايع ونجو للتزيين. تزيين يقعد اختياري، كل وحده واش دير واش متوفر عندها، وكل وحده دير واش تحب البنات. ما راكمش مقيدين باش ديروا كيما درت انايا. انا درت هكا حبيبه تاع بنان، درت لي كامل لي فيغين ديالي. نتوما تقدروا ديروا كيما نقولوا حبيبات شوكولا، تقدروا ديروا لا كريم شانتيي، تقدروا ديروا اي فواكه موسميه. انا فضلت اني ندير البنان كيما تعرفوا كامل بلي البنان يتمشى مع ذوق الشوكولاته. هكذا نقطع البنان تاعي دوائر كيما راكم تشوفوا امامكم، ونبدا نزين في الكؤوس ديالي. ندير لهم هكذا كما راكم تشوفوا هنا. بعد ما خليتهم 6 سوايع في الثلاجه البنات ماشي مجمد، خليتهم 6 سوايع وبديت نزين بهذه الطريقه. كل فيغين درت لها شرائح تاع البنان ولا دوائر تاع البنان بهذه الطريقه. وراهي راح تكون التحليه تاعكم جاهزه البنات. من المستحسن البنان تديروا كي تكونوا رايحين تقدموا هذا التحليه. هكذا تحليه بزاف سهله، المكونات تاعها بسيطه، واي دار يكونوا متواجدين فيها هذوما المكونات، والبنه تاعها كالعاده بزاف بنينه. تاكدوا البنات بلي انا ما نشاركش معكم الوصفات اللي ما تكونش بنينه وما تكونش ناجحه بالضبط. هكذا حبيباتي، وهذا هو الشكل النهائي تاع التحليه تاعنا تاع نهار اليوم. نقول لكم حبيباتي هذه هي التحليه تاعنا، جات شكلا ومذاقا. الشكل تاعها بزاف راقي والبنه تاعها بزاف بنينه. معليا غير نقول لكم حبيباتي ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع نهار اليوم باش تعرفوا واش راني نهضر وتستمتعوا لي بالبنه. وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. نقول لكم حبيباتي نتلاقاو في وصفات اخرى. سلام.